هو انا كل يوم والتاني اتشعلق في النجفة والمروحة واطلع فوق الدولاب؟ هو انا شمبانزي؟ ولا انا كل يوم والتاني اشيل الشقة واحطها؟ هو انا المرأة الخارقة؟ السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. انا يا حبيبة قلبي يا غالية يا ست الكل جايالك النهاردة اسهل عليكي روتين شقتك ونظافة شقتك اللي هتبرق وتلمع وتبقى ريحتها زي الفل ونضيفة وزي القشطة. انا جاية الحقك قبل تنظيف العيد، يا رب اكون لحقتك. بص يا ست الكل، سيبك بقى من روتينات اللي بتشوفيها في الفيديوهات على اليوتيوب والناس اللي بتشيل الدنيا وتهدها وترجع تبنيها من تاني. ده أكل عيشهم وعايزين أرقام مشاهدات وبس. فما تخليش الفيديوهات دي تحبطك خالص. أنا جاية النهاردة أسهل عليكي موضوع النظافة، ومش هيبقى فيه ست زيك في نظافتك وجمالك وحلاوة بيتك وريحة شقتك. وسيبك بقى من جارتك ولا سلفتك اللي في بيت العيلة اللي كل يوم تنشر سجادها وتشيل وتحط، وانت يا عيني ممكن تكوني مثلا ست بيت او تكوني ست بتشتغلي، وهي بقى عايزة تضايقك وخلاص ان انا هو بقى ست نظيفة وانت جاية من شغلك محتاسة مش عارفة تبدأي منين ولا تنتهي منين. لا، انا هخليكي بقى عندك ثقة في نفسك وفي نظافة بيتك وفي شقتك وبأقل مجهود، من غير ما تشيلي ولا تحطي ولا تتعبي نفسك خالص. هتبقي فلة فلة كده. بصي بقى يا ستي، انا هقولك على شوية نصايح في الفيديو ده وشوية اسرار هتخليكي عنوان النظافة. ريحة بيتك وشقتك هتجيب من اخر الدنيا. اللي هيدخل بيتك هيبقى نفسه يقولك هو انت عاملة ايه؟ هي ايه الريحة الحلوة دي؟ ايه اللي انت عاملاه في شقتك؟ بصي بقى يا ستي، اول سر من اسرار النظافة التهوية. حاجة بسيطة خالص اهي. هتقوم الصبح تفتحي شبابيكك وتفتحي البلكونات بتاعتك. ممكن تقفلي السلك، او لو مفيش سلك هتنزلي الستارة الخفيفة اللي هو التل اللي تحت الستارة التقيلة، وتسيبي بقى الهوا ياخد ويدي مع بعضه كده في الشقة. الله على ريحة الهوا والشمس لما تدخل بيتك بتطهره وتعقمه وتنضفه من أي روايح. لازم التهوية تدخل بيتك، حاجة بسيطة وسهلة. البيت اللي مش متهوي بيت مش نظيف. فرقم واحد وأساسي تهوية بيتك. كل يوم لازم تهوي بيتك وشقتك على الأقل ساعة كل يوم. الشمس تدخل، الهواء يدخل، الهواء والشمس بيطهروا البيت ويعقموه ويخليه ريحته كده ريحة النظافة. ما هي النظافة يا جماعة لها ريحة. خليه ريحته نظافة، ريحته شمس، بيت مشمس وجميل وريحته حلوة. وبصي بقى يا ستي، مع التهوية لازم تعملي حاجتين. غسيلك ما تكوميش غسيل. باسكت الزبالة لازم يترمي يوميا. ما هو احنا لما بنخلع الغسيل ويفضل مثلا مركون يوم ولا 2 ولا 3 في سبت الغسيل، ممكن تكون هدومنا اللي احنا خلعينها دي عرقانين فيها. فمع الكتمة بتاعت الشقة، مع الكتمة ومع قلة التهوية بتعمل ريحة في الشقة. وبرضو باسكت الزبالة ممكن برضو يبقى فيه حاجات سايلة، أكل بواقي أكل، حاجات ممكن تعمل ريحة مع الكتمة بتاعت الشقة. هتقومي من النوم الصبح تحسي ان في ريحة مش حلوة في الشقة. من ايه؟ من الهدوم اللي انت مكوماها ومن باسكت الزبالة. انت غسيلك تغسليه اول باول، وباسكت الزبالة يترمي يوميا. يعني ما تكوميش غسيل كتير. كل ما تحوشي كده هدوم تعمل لك دور في الغسالة اغسلي على طول. باسكت الهدوم، باسكت الهدوم او ثبت الهدوم لازم يكون فاضي، ما يكونش متكوم عليكي هدوم. كل دي بتعمل روايح، وانت بتبقي تسألي نفسك هي الريحة دي جاية منين؟ جاية من الحاجات دي مع الكتمة، مع كتمة الشقة. فلازم مع تهوية الشقة تعملي الحاجتين دول. ما تكوميش غسيلك وما تسيبيش باسكت الزبالة فيه زبالة.
وما تخافيش من التراب يا ست الكل. هتقولي لا، ما انا هفتح الشبابيك كل يوم والبلكونات وهيجيله تراب. والتراب امره سهل وبسيط، لكن لما تقفلي على نفسك وشقتك تكمكم وتبقى ريحتها وحشه، ده اللي ملوش حل. هتقولي لي مثلا ما انا ممكن ارش معطر. لا، انت عارفه بقى لما ترش معطر وشقتك مش نظيفه ومكمكمه، بتبقى عامله زي ايه؟ زي الست اللي لابسه عبايه او بلوزه عرقانه فيها وريحتها عرق، وتقوم جايبه البرفان ومغرقه نفسها برفان، بيبقى كوكتيل زي الزفت. فما تعمليش كده، ما ترشيش برفان، ما ترشيش معطر على وساخة الشقة. لازم الشقة تكون متهوية ومفيش غسيل متكون ومفيش زبالة مركونة، وبعد كده رش المعطر براحتك. في الاخر هتبقى ريحة شقتك زي الفل وزي العسل. بس كده يا حبيبتي، فاضلك ايه؟ هتبصي على الاوض كده نظره كده شمال ويمين، وتبصي تدوري كده، شوفي لو في كوبايه، لو في طبق، لو في شويه ورق في الباسكت، لو في حاجه مش مترتبه. هتشدي الملايات تساوي السراير، تاخدي كل الحاجات دي في ايدك وانت خارجه في ثواني من الاوضه، هتدخليها على المطبخ. هتدخلي مثلا الحمام، هتغسلي وشك، هتتوضي. هتكوني بقى دايما مخليه عندك. دي بقى حاجه هقولك عليها سحريه في النظافه، سحر في النظافه، مش هتاخد منك وقت. الحاجه دي هتبقى شويه كلوريكس الوان على معلقه خل او شويه خل. حط كده مش بمقدار يعني، شويه كلوريكس الوان على شويه خل، واملي البخاخه ميه، وتقوم وترشي في الحوض بتاع الحمام وعلى القعده والحنفيات والمرايه، وتدعكيهم كده في ثواني وشطف، وتنزلي بقى وتشطفي. والميه اللي هتنزل في الارضيه هتجريها بالمساحه في ثواني وانت واقفه. خلص الحمام. ده انت مش بتدعكي وتنضفي، ده كده روتين كده سريع. لان انت بالطبع لازم، انا بكلم الناس اللي شقتها نظافة عميقة، واللي محافظة على نظافة شقتها وعاملة نظام في بيتها. بكلم الناس اللي عاملة نظام في بيتها وشقتها اصلا متنظفة تنظيف عميق. بس انا عندي روتين بعمله مثلا كل يومين او مرتين في الاسبوع، بس روتين مريح جدا جدا جدا، هيخلي شقتي دايما مرتبة منظمة، ما فيهاش كراكيب، ريحتها حلوة قشطة وزي الفل. فلازم شقتك انت تبقي محافظة على نظافتها. عندك نظام في بيتك، في مكان بناكل فيه على الترابيزه بتاعه السفره. ما ندخلش بقى ناكل على السراير، ما نوسخش كل الاماكن. لا، معروف ان المكان ده هو اللي بيبقى محتاج نظافه مني شويه. هو المكان اللي بناكل فيه، هو المكان اللي اغلب ومعظم قعدتنا فيه، اللي هو بيبقى في الصاله قدام التلفزيون واحنا قاعدين كده سهرانين، قعدتنا كلها فيه، فبيبقى محتاج مني شويه مجهود شويه. انما بقى ما سيبش الشقه سدح مدح ووسخ كل الشقه وتبقى كده مفيش نظام. لا، اعمل في بيتي نظام. اوضه السفره للاكل، اوضه الضيوف تبقى على طول مقفوله على نظافتها، تنظفيها بحطة ايدك. هتمر مر سريع كده بقى مرتين في الاسبوع تعملي اللي انا قلت لك عليه في الحمام. تبصي في الاوض، تلملمي الكوبايات، الاطباق، اللي تفردي السراير، تشدي الملايات، تطلعي على الاوضه بتاعه الضيوف، هتهويها، تفتحيها تهويها برضو زي ما اتفقنا التهويه. هتنفضي كده الصالون او الانتريه تنظيفه كده معتبره. المخدات تعدليها وترصيها كده، خلاص بقت زي الفل. هتقفليها دايما، تحطي بخور فيها، لان البخور من الروائح اللي بتمسك في الاقمشه. فالاوضه دي عشان يعني ما بندخلهاش كتير، ما بنقعدش فيها كتير، ممكن يبقى ليها ريحه عشان ايه؟ ما فيهاش نفس. فانتي تحطي فيها عود بخور، البخور برضو جميل. هتطلعي بقى على اوضه اللي انت الصاله اللي انت بتقعدي فيها دايما، هتروقيها برضو كده هو على السريع. نيجي بقى للمطبخ. انت مطبخك ده روتينك اليومي، وعنوان نظافة الست بتبان من حمامها ومطبخها وقدام شقتها.
حمامك ومطبخك وقدام شقتك لازم يكونوا نضاف. انا قلتلك على روتين الحمام سهل وجميل، والله مش هياخد منك 5 دقايق. 5 دقايق. هتدخلي على مطبخك طبعا بتدخليه يوميا، بتعملي اكلك وشربك وتشطبي الحوض، بتغسلي مواعينك جنب الاكل، وانت بتعملي الاكل بتغسلي المواعين اول باول. استعملتي الخلاط، استعملتي اي حاجه، اي طبق بلاستيك استخدمتي، اي حاجه بتشطفيها اول باول اول باول. ما تركنيش مواعين في ثواني كده، وخليكي سريعه ونشيطه جنب الاكل. وخلاص بتخلصي بعد الاكل ما تخلصي بتمسحي بوتاجازك يوميا. البوتاجاز ده ما يقعدش يومين 3، لا هيبقى صعب تنظيفه. يوميا تمسحيه بفوطة المطبخ او مناديل ورق كده اهو، بتلملمي لو واقع عليه بواقي اكل او حاجه بتلملميها. بعدين بتجيبي الفوطه بتاعه المطبخ، هو لو نضيف بيبقى تنظيفه سهل خالص، سهل جدا. فوطة المطبخ وتمسحي البوتاجاز من فوق، بيبقى بيلمع وزي الفل بشوية بريل وشوية مية، وبتمسحيه بالفوطة بيبقى زي الفل. يوميا تعملي كده مش هيتراكم عليكي وسخ على البوتاجاز، ولا يبقى تنظيفه صعب عليكي. طبعا بتنضفي مطبخك يوميا. بتمسحي السيراميك او البلاط بالفتالة، برضو فيها معطر وفيها كلوريكس برضو الوان. دايما الكلوريكس ده استعمليه في الحاجة اللي انت هتنضفي بيها، وهتحطي فيه شوية خل، وهتمسحي البلاط او السيراميك اي حتت ظاهرة من البلاط. تمسحي مطبخك وتنضفيه، تنضفي رخامتك وتشديها وتنشفيها، وتمسحي المية من عليها، وتنضفي البلاط والسيراميك الحتت الباينة من السجاد او المشايات. هيبقى والله مطبخك زي الفل يوميا. انتي لو عندك بقى ادراجك او ذرة في المطبخ مكركبة، خليها بقى كل يوم اعملي ضرفة. لو مكركبة، لو انت منضفاها تنظيف عميق وعارفة انها مترتبة، خلاص ما تعمليش فيها حاجة، ما تتعبيش نفسك. هتطلعي بقى بعد ما مسحتي البلاط بقى بالخلطه اللي قلتلك عليها ديت، والله هتشوفي اللمعان، هتشوفي وشك في السيراميك والبلاط من الخلطه اللي بقولك عليها دي. خلطه سحريه وبتنضف جدا 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 من غير ما تشيلي سجاد ولا تحطي. تيجي بقى انت بتشيلي هم السجاد بتاعك. السجاد بتاعك يا ستي ما تغسلهوش الا من السنه للسنه. انا بقول لك صدقيني، سجادك لو انت محافظه على بيتك ما فيهوش دهس كتير ولا رجل كتير ولا حد بيوسخ كتير، وانت عارفه وواثقه ان سجادك ده فيه شويه تراب وخلاص، هتشديهم بالمكنسه او بمقشه السجاد الخشنه، وهتكنسيه كنسه معتبره وكويسه جدا. وهتجيبي طبق بلاستيك وهتحط فيه شوية مية مع برضو شوية كلوريكس ألوان وشوية خل وشوية مسحوق عشان التنظيف. مسحوق اوتوماتيك عشان ما يكونش براغي ويليطلك ويجير السجادة. وهتقومي جايبه الفرشه بتاعت السجاد هتغطسيها في طبق الميه كده، وتقومي عاملاها كده تنفضيها من الميه، يبقى فيها ميه بسيط خالص، وتقومي ماسكه سجادتك دعكاها 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 رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ما تخلصيها كلها. والله 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 هتبص على السجاده تلاقيها نورت وزهزهت وبتزيق من النظافه وبتبرق وبتلمع وجميله وزي الفل. سجادة اللي اوضه الضيوف ما بتبقاش وسخه. ليه تشيليها بقى وتجرجريها وتمليها ميه وتغرقي وتشيليها وهي تقيله وتنشريها وتحطيها وتشيلي وتحطي؟ لا، الروتين اللي انا بقولك عليه ده اهو هتعمليه بس مرتين في الاسبوع. وموضوع غسيل السجاد ده هتعمليه كل فتره، كل شهرين بالبلاستيك بالطبق البلاستيك، وتحطي فيه الخلطه دي وتمشي عليه رايح جاي بالفرشه بتاعت السجاد. السجاده اللي انت عارفه انها قعدتك عليها كتير وقعدتكوا عليها كتير ومتوسخه، انت هتغسليها برضو كل فتره لانك انت غسلاها مره مثلا بقالك مثلا 3-4 شهور، خلاص كفايه شيليها وغسليها هي لوحدها، مش تغسلي كل السجاد.
انما السجاد اللي انت عارفه انه نضيف اعمليه زي ما بقولك كده. سجاده السفره برضو بتبقى نضيفه، محطوط عليها السفره والكراسي، ما حدش بيدوس عليها، ما حدش بيوسخها. اعمليها كده كل 3 شهور بالفرشه والخلطه اللي قلتلك عليها في الطبق البلاستيك، هي والسجاده بتاعه الصالون او الانتريه. ما تغسليش غسيل بميه ولا تغرقي الدنيا ولا تتعبي نفسك ولا تشيلي ولا تحطي ولا تجهدي نفسك. احنا عايزين نسهل على نفسنا لان صحتنا دي مش بالساهل. وما تقوليش مثلا ده الحركه بركه لما اتحرك واعمل، لا ده مفهوم غلط. الحركه بركه بطريقه تانية عشان تليني عضلاتك، انما شغل البيت ده شقه تعب، بيهدك، بيهد صحتك، بيتعب رقبتك، بيتعب دراعاتك، بيتعب ظهرك، بيتعب رجليكي. ده شقة وتعب. هوني على نفسك. لو عملتي الروتين اللي بقولك عليه ده 2 مرات في الأسبوع، والله ما هتحسي أبدا إن شقتك مش نظيفة ولا محتاجة نظافة ولا محتاجة إنك تبذلي مجهود في نظافتها. هتبقى على طول نظيفة وعلى طول انت جاهزة لاستقبال أي ضيف. أي ضيف يجيلك هيلاقي بيتك نظيف، حمامك زي الفل وبيبرق. نيجي بقى يا ستي لقدام باب الشقة. قدام باب شقتك ده عنوانك، عنوان نظافة الشقة من جوه أصلا. ما سيبش قدام الشقة مكركب. اي حاجة عندي ملهاش لازمة اروح ركناها قدام باب الشقة. ما يبقاش مليان شباشب واحذية وشوزات مرمية هنا وهناك، نيجي ندخل مش عارفين ندخل، نيجي نخرج مش عارفين نخرج. لا، خلي قدام شقتك دايما فاضي ورايق، حتى يشجعك انك لما تيجي تنضفي قدام الشقه يبقى سهل. هتشيلي المشايه وهتلم شويه التراب وهتمسحي وخلاص وخلصنا. انما لما يكون بقى قدام الشقه كراكيب، يوه، هو انا لسه هشيل كل الكراكيب دي وطي واشيل وعبي واشيل ده واشيل ده واشيل ده واشيل ده واشيل ده وانضف وارجع احط لا 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 لا. خلي عندك شويه بس ترتيب ونظام في بيتك، وانت والله ما هتتعبي في النظافة ابدا. مش هتتعبي في النظافة ابدا ابدا ابدا. وكده انت بقى شقتك كلها زي القشطة، زي القشطة. انا ليه انا عايزه سبب واحد بس، عشان هو احنا ليه نتشعلق كده ننزل البلتكانه الله. انا شفت واحده بتعمل روتين يا عيني، منزله البلتكانه كبيره قوي قوي قوي، منزلاها شايلاها خلعاها وعماله بتغسل فيها وبتنظف فيها. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ده انت لما بتيجي تعملي حاجه زي دي بتجيبي متخصص بتاع الستاير هو اللي بيشيلها وبركبها لك تاني. ده موضوع صعب عليكي جدا، موضوع صعب عليكي جدا. الستاير بنغسلها برضو كل فترة، كل سنة اغسليها، ما تغسلهاش كل يوم والتاني، لانك انتي وعلى طول ايدك فيها، على طول ايدك فيها، على طول بالمنفضة نفضي الستارة من الاتربة، نفضيها كويس جدا من الاتربة، هتبقى على طول معاكي نظيفة. عايزة تغسليها اغسليها كل سنة مرة. ما تتعبيش نفسك، ما تهديش نفسك، ما تهديش نفسك. ايدك في شقتك على طول. لو ايدك في شقتك على طول مش هتحتاجي ابدا ان انت تهدي في نفسك وتهدي في حيلك. بروتين يومي بسيط، مش يومي، كل 3 ايام اعمليه 2 مرات في الاسبوع اللي انا قلتلك عليه ده، هترتاحي اخر راحة. لكن احنا نموت نفسنا ونهد نفسنا ونهد في حيلنا ونتعب ونعاني من دراعاتنا ومن ظهرنا ومن رقبتنا. كفاية علينا. هو انت اصلا فاضية؟ انت فاضيه؟ انتوا كل يوم مشغوله، انتوا كل يوم بتطبخي، بتفطري وتغدي وتعشي وتنضفي مطبخك وتشطبي الحوض والمواعين وتغسلي الهدوم وتنشريها وتلميها وتطبقيها وتكويها وتودي مدارس وتجيبي من مدارس وتودي دروس وتجيبي من دروس وتذاكري. كل ده يوميا بتعمليه. انت ناقصه؟ انت ناقصه؟ اوعي سيبك من الحاجات اللي بتشوفيها والروتينات اللي بتشوفيها اللي بتعقدك دي. اوعي لا، ما تشوفيهاش اصلا وتقولي هو انا ليه مش زي الست دي، انا ليه مش نشيطه كده، هو انا ست مش نظيفه، هي الست دي بتعمل وانا ما بعملش زيها ليه. يا حبيبتي دي كلها عشان المشاهدات، عشان تلم وتجمع مشاهدات، وده اكل عيشها، اكل عيشها. هي يا عين الله يكون في عونها بتتهد، بتبقى مهدوده برضو. بس انت ما تهديش في نفسك. اديني سبب واحد يخليك تهد في نفسك. ما تهديش في نفسك. انت محتاجة وقت،
لبيتك، لجوزك، لولادك، لنفسك. لازم تخصصي وقت لنفسك، تقعدي كده ما تفكريش في حاجة، تفضي دماغك، تقعدي قاعدة رايقة، تشربي فنجان قهوة، تقعدي كده مسترخية من غير حتى موبايل، تقعدي تريحي جسمك، تمددي شوية، تقومي شوية تقري في كتاب، تقومي شوية عندك هواية تعمليها قومي اعمليها. وقتك لنفسك ده مهم جدا. مش 24 ساعة تبقي مشغولة في البيت والشقة والمطبخ والتنظيف والكنس والمسح والترويق. كده انت هتكرهي النظافة، كده انت هتكرهي النظافة. لكن لما تخففي على نفسك هتحبي تنظفي وهتحبي تروقي وتحسي براحة نفسية جميلة جدا جدا. بعد ما تروقي المكان بنحس بارتياح نفسي وانت عاش وحاجة جميلة، احساس جميل جدا، احساس جميل جدا جدا جدا. عايزة بقى يا ستي هقولك على سر، برضو سر خطير محدش هيقولك عليه. عايزة بقى ريحة شقتك تفوح كده، واول ما تفتحي باب شقتك او حد يدخل باب شقتك يقولك ايه الانتعاش ده، ايه الانتعاش دي، ايه الريحة الجميلة دي، الله انت عاملة ايه. هتجيبي كيس قطن وتكوري كده شوية كور كده، حتة قطنة وتكوريها تعمليها كورة كده، وتحطي على القطنة دي كام نقطة زيت عطري، زيت عطري. انا عن زيت اللافندر ريحته خطيرة جميلة جدا. زيت اللافندر هتحطي على القطنة دي وتوزعي القطن ده في الشقة، تحطي في الدرج، تحطي على التسريحة، تحطي على الكوميدينو، تحطي على السفرة، تحطي في أوضة الضيوف، تحطي في مطبخك، تحطي في الحمام. يا خبر ابيض بقى على الريحة والجمال، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض لو عملت كده في الحمام وبعد ما عملتي له الروتين بتاعه ورشيتي كده فيه رشه معطر وقفلتيه، تيجي تدخلي الحمام تبقي مش عايزه تطلعي منه، عايزه تسيبي الشقه كلها وتقعدي في الحمام من جماله ونظافته ولمعانه وريحته الحلوه. ريحه شقتك هتجيب من اخر الدنيا، ولا تبص لحد ولا تقلدي حد، ولا تقولي فلانة غسلت سجادها وبتغسل سجادها كل يومين 3 واعمل زيها. خلي عندك ثقة في نفسك وثقة في اللي انت بتعمليه. طالما انت منظمة بيتك ومروقاه وعارفة بيتك ماشي ازاي، ما تبصيش لحد، خليكي بصة لنفسك. انت عارفة بيتك فيه ايه، عارفة ايه النظيف وايه اللي مش نظيف، وخلي ايدك في شقتك كل يوم، كل يوم هترتاحي جدا جدا جدا. وحتى غسيل السجاد كتير بيبهدلوا وبينسلوا. فزي ما بقولك كده ريحي نفسك، لانك انت تستحقي يا ستي الكل الراحة، وتستحقي الجمال كله، وتستحقي الراحة الجميلة. ومن حقك ومن أولويات نفسك على نفسك انك ترتاحي ترتاحي. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.